لو بتدوروا على وصفة سهلة وبسيطة تخلصوها كده بسرعة ومتوقفوش كتير في المطبخ، يبقى الوصفة دي ليكم. اول حاجة معايا 4 بصلات صغيرين قطعتهم جوانح بالشكل ده. لو عندكم البصل كبير ممكن يبقى بصلتين بس او 3 لو انتوا حابين. هفركهم بالطريقة دي كده. وبعد كده هجيب كده عودين من البقدونس هفرك بيهم ايدي عشان ريحة البصل. عايزة اقولكم الحركة دي بتخلي مفيش اي ريح خالص لا بصل ولا توم. وبعد كده كان عندي بانيه، قطعته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي زي اكني بعمل شاورما بس يعني قطعة تخينة شوية. وبعد كده معايا الطاسة حطيت عليها مكعبين كده من الزبدة ومعلقة من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش. واول ما هيسخنوا هنزل عليهم على طول بالفراخ. مش هنقلب كتير لغاية بس ما لونها يتغير ويبيض بالطريقة دي كده. هنزل بقى عليها التوابل اللي هي فلفل اسود، معلقة صغيرة من كل حاجة، فلفل اسود، ملح، بودرة ثوم، بودرة بصل، وكمان رشة بسيطة كده من الكاري، انا بحبها قوي. لو انتوا مش حابينها ممكن تحطوا مكانها بهارات فراخ. وبس هقلبهم بقى كده كويس. وبعد كده اول ما هيستووا هرشلهم على طول في طبق وهحط مكانهم مكعب من الزبدة في نفس الطاسة، مش هنغير الطاسة عشان محتاجين كل التوابل وكل الحاجات اللي في الطاسة دي. وهحط عليها البصل بقى ومعلقة صغيرة من السكر، وهيتكرمل بالطريقة دي. هنزل عليها على طول بالفراخ ومعلقة كده من الدقيق. هعمل معاكم بديل الكريمة اللي عملته معاكم في فيديوهات تانية كتير قبل كده، عبارة عن كوباية من اللبن ومعلقتين كبار من القشطة ودوبتهم مع بعض. وبعد كده حطيتهم على الطاسة يدوب بس يغلوا غلوة مع بعض، وهقدمهم مع رز وسلطة. وبس بألف هنا، يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، متنسوش اللايك.